بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا الأخ يسري على الاستضافة. فالحالة ديال الإصابة ديال العقال هو التواء يعني في الكحل ديالو، يعني سي براتيكمون اون انتورس دو لا شوفي. شحال خصو ديال الوقت ديال الراحة؟ تقريبا أسبوع ديال الراحة، ولكن في هذا الأسبوع هذا يعني ماشي غادي يخضع للراحة، يعني راحة خاصة وترويض باش نحاولوا إن شاء الله الأسبوع المقبل يكون جاهز المقابلات المقبلة إن شاء الله. ونبقى دائما مع الطبيب فريق رجاء البيضاوي محمد العرسي يعني في هذا الاتصال الهاتفي الذي أجراه يسري المراكشي بخصوص الحالة الثانية إصابة اللاعب ياسين الصالحي. نتابع. أما الإصابة الثانية ديال ياسين الصالحي فهي إصابة يعني شوية يعني إصابة صعيبة، نقاسو بالرجل ديالو يعني اون بلان فاس فوجو، دونك كان عنده يعني ان تروماتيزم يعني ماكسيلو فاسيال، يعني عنده إصابة في الوجه ديالو. هذيك الإصابات في الوجه كيعطيو بعض المرات كيعطيو إصابات شوية صعيبة وشوية خطيرة. الإصابة كان فيها شوية ديال الصعوبة لأنه بزاف من الأنف ديالو، وكذلك كانت تصاب على واحد النوع ديال الغيبوبة خلال لي سكوند الأولانيين من بعد الإصابة ديالو، واللي كان خوفنا بزاف. ولكن الحمد لله بعد الفحوصات الطبية اللي جريناها يعني في المصحة والنقل ديالو في المصحة في حالة مستعجلة، فالحالة الصحية ديالو بدات كتحسن تدريجيا، ومن خلال يعني الفحوصات وكذلك من خلال الفحوصات الطبية والفحوصات كذلك بالأشعة والسكانر اتضح بأنه ما عنده حتى شي حاجة في الرأس ديالو. هذا كان طبعا الجمهور الرجوي الكريم، وما عنده حتى شي حاجة في لوغاشي سيرفيكال يعني في العنق ديالو. عنده إصابة في الوجه ديالو، يعني إصابة في الأنف ديالو، عنده كسر في الأنف ديالو، وهذا الكسر في الأنف ديالو إضافة إلى واحد الجروح يعني في الشفتين ديالو كذلك، لأن ذاك الاصطدام بالقدم ديال اللاعب المنافس بطبيعة الحال. وهذه الإصابة هذه كتطلب واحد العناية مركزة، يعني عناية مركزة، كنقول عناية مركزة لمدة 24 ساعة 48 ساعة باش نشوفوا الحالة ديالو، لأنه خصنا من ديك الغيبوبة. واخا عنده لي سكانر ديالو واخا لي سكانر ديالو سون نورمال، كذلك الإصابة ديال الأنف ديالو كتطلب بطبيعة الحال واحد العملية جراحية، يعني ماشي عملية جراحية كبيرة، انما غير باش يتقد ليه النيف ديالو يرجع لبلاصتو المكان ديالو. ولكن هذه العمليه ما يمكن ليناش نديروها دابا حتى يفوت واحد 3 ايام ولا 4 ايام حتى يزول داك الانتفاخ ديالو، لانه عنده انتفاخ كبير في الانف ديالو. يعني من هنا نهار الخميس ان شاء الله نديروا له العمليه الجراحيه. وسؤال اخرى يقدروا يطرحوه الجمهور الكريم وكذلك الاخوان الصحفيين وكذلك يعني اللي كيسهروا على ميدان كرة القدم، هو وقتاش غادي يرجع في صالح التمارين ديالو المباريات الى اخره. فالنوع ديال الاصابه هذه كتطلب واحد 10 ايام حتى 15 يوم باش يبدا التمارين ديالو، وفي ظرف شهر يمكن ليه يلعب لا كومبيتيسيون، يعني يمكن يبدا يلعب المقابلات ان شاء الله.